هنعمل الحلو كله النهاردة بلفة جلاش وكوباية من اللبن وبس. خلاص هنعمل احلى صينية جلاش بالكاستر. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير الحلوة بتاعتنا دي. اول حاجة هنا انا عايزة اوريكم شكل الجلاش. ده ميتقالش عليه جلاش، ده فطير بالكاستر، فطير باللبن بالمكسرات بالسكر البودرة، حاجة كده وهمية. شايفين؟ تحفة، مش قادرة اوصف لكم هو حلو ازاي. كفاية مدح في الجلاش الحلو ده. وتعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة احنا هنعمل الكاستر او المهلبية عموما او الحشوة. هنحط كده كوباية كبيرة من اللبن، حليب سخن زي ما انتم شايفين، البخار طالع منه اهو. وهننزل عليه بكيس من الفانيليا ومعلقتين من السكر، او ممكن عسل ابيض مفيش مشكله، وهندوبهم كويس جدا مع بعض. وليه انا قلت لكم حليب سخن؟ علشان كل حاجه تدوب كده بسرعه وايه ما ياخدش مننا وقت. ونزلت هنا بمعلقتين كبار من النشا ودوبتهم برضك على السريع كده قبل ما النشا تتكتل معايا. ولو خايفه ان النشا تتكتل يبقى ضيفيها في ربع كوبايه من الميه. معلقتين نشا ضيفيهم في ربع كوبايه من الميه، دوبيهم وانزلي بيهم على المهلبيه او الكاستر. وهنعمل ايه بقى؟ هنرفعهم على النار لحد ما يتماسكوا معانا، وهنسيب كده بقى ايه المهلبيه تبرد معانا خالص. وتعالوا نحضر معانا لفه الجلاش الحلو ده. الجلاش انا استخدمته النهارده هو جلاش من موتزاريلا فريش. عايزه اقول لكم جلاش تحفه، بيفضل عندك فعلا ب6 شهور كده، مش بيحصل له اي حاجه، اكنك لسه جايباه حالا او لسه جايباه صابح. سيبيه بس يفك براحته خالص. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله حلو قوي ومورق وطعمه تحفه. عايزه اقول لكم بتاكل حاف والله. بصوا بقى التوريقه بتاعته ما شاء الله جميل جدا، وكمان سعره ارخص من اي جلاش بره. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ايه طريقتنا بقى في الجلاش ذات نفسه. هنجيب كده صينية مقاس مثلا 28 او 30 او 32 على حسب بقى براحتكم انتوا يعني، بس ده المقاس المظبوط بالنسبة لي كان 28. المهم جبت بقى جبت صينية ودهنتها مادة دهنية. المادة الدهنية بتاعتك ايه فاطمة؟ زبدة على سمنة على زيت. انا بستخدم التلاتة مع بعض، بعمل ميكس كده محترم ما بينهم، وده بفضله بصراحة مع الحلويات الشرقية عموما. طيب بعد كده بقى ببدأ ان انا احط كده رقين برقين، مش رق برق، لا بحط رقين، يعني 2 ورقة من الجلاش، وادهن كده بالخليط اللي هو المادة الدهنية ده. وبعد كده برضو احط رقين، وبعد كده ادهن واحط كمان رقين. يعني بحط في الاول كده 6 رقات من الجلاش. وبعد كده بنزل بقى ايه بطبقة الكاستر. ممكن تحشوها اي حاجه، ممكن مكسرات مفيش مشكله، او سكر بودره، يعني براحتكم. بصوا المتاح عندكم ضيفوه. بس ده طبعا طبقه الجلاش ديت او الكناف او الفطير اللي هو بالسكر ده طالع ترند قوي. فاحنا ايه قلنا لا لازم نعمله بقى ايه عشان البنات الحلوين اللي لسه بيتعلموا فياخدوا الطريقه الحلوه دي ويعملوها وبألف هنا وشفا. طيب هنا بقى زي ما انتم شايفين كده جبت طبقه الكاستر، كانت بردت خالص. وعموما حتى لو هي سخنه مفيش مشكله، يعني ايا كان بقى سخنه بارده مفيش مشكلة. افرديها بس كده يعني تكون مالية الصينية كلها، متبقاش في حتة واحدة. وزي ما انتم شايفين بالشكل ده حلو قوي. بعد كده برضو هنجيب رقين رقين على طبقة الكاستر دي، يعني ما بين كل رقين واتنين، كل 2 و2 بندهن مادة دهنية. بلاش ما بين كل رق ورق عشان ما يبقاش مزبت كده معاكي وما يبقاش كله ماده دهنيه. فهمتوا ازاي؟ يعني خليكوا ايه كل رقين. وعايزه اقول لكم والله بيبقى مورق وزي الفل. او زي ما انتم شايفين بقى نقفل صينيتنا الحلوه دي بعد ما حطينا 6 رقات برضك من فوق. ممكن تزودي الطبقات مفيش مشكلة، بس انا حسيت ان هي بالنسبة لي كده متناسبة جدا، يعني 6 رقات تحت و6 رقات فوق وما بينهم الكاستر. فده بالنسبة لي ممتاز قوي، حتى في اللحمة مفرومة كده او اي حشوة مثلا جبن اي حاجة. بالنسبة لي انا كده عاملاها قاعدة عندي 6 رقات و6 رقات. بحس ان هو كده اخف وكده احسن يعني، وبستطعم بكله بقى. فهمتوا ازاي؟ المهم دهنت بقى الوش كده بمادة دهنية حلوة. وبعد كده بقى ايه بدأت ان انا بالسكينة اعمل بقى اقطعه بس كده اللي هو اديله شكل اللي هو لما يجي يدخل الفرن يكون بقى حلو كده معايا وشكله حلو. وهنا بقى بعد ما قطعته بالشكل ده، انا قطعته بصراحة مربعات كبيرة. بدأت ان انا اجيب بقى ايه كوباية كده من الحليب، وسقسقت بيها كده الجلاش. وبس دخليه بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، ياخد لون من تحت ويستوي وياخد لون من فوق، ويبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده حطيته على الايه في الرف الوسطاني، وشغلت من فوق ومن تحت. زي ما انتم شايفين اخد لونه بقى زي الفل حلو قوي. هنبدأ بقى ان احنا نعمل ايه، نسقسقه كده بقى بكوباية من الحليب برضو.
والله هو كوبايه من الحليب ديت ماشيه معانا كده ايه في الخطو الوصفه دي او في الجلاش ده. كوبايه من الحليب كده، ولا هي بقى فيها سكر ولا اي حاجه خالص، هي يعني على طول كده كوبايه من الحليب، وسايبيها صينيه الجلاش وهو سخن على طول كده، يعني اللي هو ايه فوران كده حلو. ايوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا انا هنا استخدمت بقى ايه المصفى كده علشان اصفي اولا الحليب من القشطه بتاعته، لان انا كنت مستخدمه حليب بلدي، بلس كمان ان حبيت ان اللبن ينزل على الرق وهو سخن يعني ايه بنقط كده صغيره، يعني شويه بشويه. فطبعا المصفى افضل حل ان هي تنزل لي اللبن شويه بشويه، خصوصا كمان زي ما قلت لكم ان هو كان فيه قشطه. طيب هنا بقى جبت وهو سخن برضو كده على طول شويه بقى من السكر البودره كده، رشيهم على طول من على الوش كده، وبعد كده قطعي بقى القطعه بتاعتك وقدميه بقى مع شويه مكسرات، زبيب، جوز هند، براحتك خالص المتاح عندك. حطيه، ممكن بس سكر بودره كده مفيش اي مشكله. بالمناسبة خليني اقول لكم ان هو بيبقى طعمه حلو قوي مع بولة ايس كريم كده بالمستكة او ايس كريم فانيليا، بيبقى طعمه وهمي فعلا. جربوا بس انتوا الطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم جدا، وكلوا وهو بارد احسن كتير جدا جدا ما هو سخن. بس عايزة اقول لكم برضو ان طعمه سخن مفيش احسن منه بجد. يلا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.